هي المكملات الغذائية للمفاصل وإمتى ناخدها؟ أهم تركيب للمفصل هو عبارة عن العظم والغضروف اللي هو المخدة اللي بتسهل الحركة، وفي أنسجة حوالين المفصل. أهم مركب للغضروف هو الجلوكوزامين والكوندرويتين سلفيت والMSM، وأهم مركب في الأنسجة اللي حوالين المفاصل هي الكولاجين. مع تقدم السن والعمر بتبدأ المركبات دي تقل وبيضعف المفصل وبيقل أداؤه وبتقل حركته ويبدأ يظهر الألم والخشونة. هنا نبدأ ندخل بمكملات الغذائية للمفاصل، بس هناخدها ازاي وليه بناخدها؟ علشان نسهل الحركة ونقلل الألم ونبدأ نغذي الغضروف اللي حصل له تآكل مع الخشونة. فممكن ندي جلوكوزامين وده بتبقى جرعته من 1000 ل 1500 في اليوم، أو الكوندرويتين سلفيت أو الMSM. وفي عندنا الكولاجين اللي هو بيتاخد على شكل شراب على ريق الصبح، أو ممكن يبقى على شكل باودر بيتدوب في مية، أو ممكن على شكل أقراص بس امتصاصه بيكون أقل شوية. بالنسبة للمكملات الغذائية للمفاصل لازم يكون معانا تحذير مهم إن دكتور الروماتيزم والمفاصل هو اللي ضروري يوصفها، علشان هم أنواع كتير وعلشان نعرف مصدرها كمان. ممكن يبقى منتجات بحرية أو حيوانية أو نباتية. وأخيرا المكملات الغذائية للمفاصل ما بتزودش الوزن ولا بترفع السكر. وأتمنى لكم السلامة.